انت فاهم اللي هو يا بنتي انت مش بتحبيه وبتحبي حمدي، هو مش بيحبك بس خليكي في البيت يا غاليه، يعني اللي هو انت بتتعاملي بكل اريحيه، فاهم؟ الدفى اللي في الروايه، عارف الدفى؟ عارفه طبعا شيرته. المهم، من اول امه الست طيبه، طيبه عبد الشافي، حقانيه حق المعلم سردينه، بتشوت من بره ال 18، مين فينا مش عارف واحده بالمواصفات دي؟ بقول لك ان ببساطه الروايه بتدور معظم احداثها في السيده زينب، ودي لو ما تعرفش لو انت من بيفرلي هيلز يعني، دي حته شعبيه. فدي من عيوب من رايي في كتابه يوسف السباعي في الروايه دي. يا ساتر. عامل ايه يا اخويا؟ اتمنى تكون بخير. الحلقه دي تكمله للحلقه اللي فاتت، فلو ما شفتهاش روح شوفها. الحلقه دي برضو هتبقى تخطيفي تطي، فمش هنطول يعني. المهم، وقفنا في اخر الحلقه وكان في كام سؤال. هل فعلا الحياه تستمر في الرخاء ده؟ هل هتدينا الحب عشان احنا بنحب؟ يخرب بيت جمال السكريبت يعني. نروح للروايه، وبالمناسبه الروايه على جزئين، فانا عملت الروايه برضو على حلقتين، يخرب بيت العبقريه. يوسف السباع في خربان. سيبنا السيدة يا اخويا الخربوش وهي شغالة عند ام حمدي، وقلنا ايه بقى؟ ان هو كان بيعاملوها زي القشطة على العسل. فتتولى الاحداث وتقع سيدة في حب حمدي. ليه؟ انت هتقول لي يا عم وانت مالك، ما تقع في حبه عادي. السؤال هنا يا اخويا ان هل فعلا كانت بتحبه ولا بس عشان كانت عايزة حد يعملها كويس؟ فوقعت في حب اول واحد عاملها كويس. قول لي رايك في الكومنتات يعني، شوف انت هل فعلا هي كانت بتحبه ولا عندها فراغ عاطفي. المهم برضه ايه الحلو يعني؟ حدوته زي اي حدوته. اقول لك يا اخويا يا خربوش ان ممكن فعلا حدوته زي اي حدوته، بس بالنسبه لي لا، ودي قناتي فهقول رايي الصراحه. المهم، اول حاجه، حبنا للصعبانيات والاندر دوج. احنا كبني ادمين صعبانيين، بنعشق الحزن يعني. بص، اي دموع كده ايه بنلحسها. بنعشق نشوف المعاناه للناس، مش عشان احنا ساديين، لا، عشان ببساطه انت بتتعاطف، وده بيخليك تحس انك انسان. وده شيء برع فيه كاتبنا يوسف السباعي. ليه بقى؟ عشان خلى فعلا سيدة تصعب عليك، يديك كل حاجة عشان يعيطك. فالرواية دي من حلاوتها انك بتحس انها حقيقية، فلما تحس انها حقيقية تبدأ تتعاطف، ولما تتعاطف تبدأ تحب شخصيتنا الرئيسية، والتي هي الكراش حجي سيدة. تاني حاجة، الدفى اللي في الرواية، عارف الدفى؟ عارفه طبعا شيرته. المهم، ان في فعلا دفى في الروايه، فقعدت مع نفسي كده وشفت ليه في دفى. اعتقد ان زي ما قلت في الجزء الاول وهفضل اعيد فيها، اعتقد بسبب ان الشخصيات من جمال رسمها بتبقى حقيقيه. كمثال، شخصيه البطل سيده، بنت مستضعفه، عارف انت الاندردوج، هي بقى الاندردوج. بنت ابوها سابها لوحدها، ومرات ابوها كانت بتعاملها وحش، وراحت لام عباس مرات واحد صاحب ابوها برضه بتعاملها وحش. بجد انا لو قاعد معاك على القهوه وحكيت لك الحكايه دي انت هتصدقني، وقول ما تبقاش رخم يعني، انت هتصدقني باذن الله. تاني شخصيه مثلا، او بلاش شخصيه، تعالى نحكي على كل اللي في بيت حمدي. من اول امه الست طيبه، طيبه عبد الشافي، حقانيه حق المعلم سردينه، بتشوت من بره ال 18، مين فينا مش عارف واحده بالمواصفات دي؟ ف 100%، ما عدا انها بتشوت من بره ال 18، 100% انت عارف ست كبارة كده طيبة بدون سبب. فتاني واحد مثلا، او تالت واحد مثلا، ابو حمدي، راجل منطلق كده مش بيحسبها، سيبها على الله، دمه خفيف. فوانا بحكي لك والله انا في 500 واحد جه في دماغي. فكفايه كده عرض شخصيات، المهم ان بجد الشخصيات مرسومه حلوه جدا. تالت حاجه، عالم الروايه. بص يا عمنا، على السكه وعلى الدغري، مصر معظمها فقر، تمام؟ هنقدر نقول طبقه متوسط. فايه لازمه المقدمه دي؟ اقول لك ان ببساطه الروايه بتدور معظم احداثها في السيده زينب، ودي لو ما تعرفش لو انت من بيفرلي هيلز يعني، دي حته شعبيه. وده بيساعد ان العالم تقدر تلنك معاه. وعايز اقول لك ان الروايه دي اتنشرت سنه 69، وانا قريتها 2022. ما حسيتش باي شعور ان الروايه دي قديمه، بجد كانها مكتوبه السنه دي. فده شيء انا كخربوش شايفه مبهر. انت مش شايف دي يعني حاجه ترجع لك يعني. فانا من رايي ان عالم الروايه مهم، اللي هو ما تكتبش عن كوكب زمردة وانا عايش في الخرا هنا، فاهم قصدي؟ زيها زي مسلسلات الايام دي كلها دراما كومباوندات. طب حضرتك انا في التلاجة جبنه ورغيفين عيش من التموين، فاهم؟ فاللي هو انا مش عارف اربط مع حضرتك العالم اللي انت بتحكيهولي ده، فاهم قصدي؟ رابع حاجه، نهايه جميله فشخ. الكلام اللي هقوله ده حرق، فلو حابب تقراها سكيب الحته دي عادي وروح للعيوب على طول. المهم، نخش في الموضوع.
في اوقات انا كخربوش حتى هحرق في اوقات انا كخربوش حتى بشوف انك تموت الشخصية ده استسهال، لكن في اخر الرواية هي فعلا البطلة ماتت، بس لما تسأل نفسك هل في نهاية احسن من دي؟ انا كخربوش مش شايف، بجد دي النهاية المثالية لحدوتة السيدة. الكاتب خدك من ايدك كده ووراك من اول ما كانت طفلة لحد ما كبرت، لحد ما اتجوزت لحد ما انحرفت لحد ما بطلت، لحد ما اختنت، وفي الاخر النهاية زي اي نهاية، شخص كبر بيموت، بس كده. انا كخربوش، انت عارف طبعا الرجاله ما بتعيطش، بس في النهايه بجد انا كنت متاثر فشخ، انا زعلت انها ماتت، فنهايه بوم البوم. واحد يقول لي ايه يا عم، هي روايه مثاليه يعني ملهاش عيوب؟ اقول لك سؤال جميل، او اقول لي انا سؤال جميل، انت ما قلتش اي حاجه، يعني انا بخترع حوارات في دماغي فبينا نقول ايه هي عيوب الروايه. في حاجات كده بقول لنفسي ليه. عارف انت لما تقرا روايه والكاتب يعمل حاجه او ياخد الروايه في مسار فما تفهمش ليه، لو انت بتساله ليه، يعني انا بجد انا متاكد ان رحت لو سالته هو مش هيعرف ليه. مثلا لما اتجوزت بتاع الكازوزه، بقال يعني عشان مش هفضل اقول بتاع الكازوزه كتير يعني، تقيله قوي على اللسان. المهم، فلما اتجوزت بتاع الكازوزه بقول ليه، اللي هو اتقدم لها وافقت، قعد يتمحلس بس برضه ليه، انت فاهم اللي هو يا بنتي انت مش بتحبيه وبتحبي حمدي، هو مش بيحبك بس خليكي في البيت يا غاليه، يعني اللي هو انت بتتعاملي بكل اريحيه، فاهم؟ فانت مش بتبقى فاهم ليه، اللي هو هوبا يلا. فدي من عيوب من رايي في كتابه يوسف السباعي في الروايه دي. فلو تعرف ليه وليك راي حنيوكي قول لي في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك برضه بالمره. فمثلا حاجه تانية، قدام في الروايه انت هتعرف ان هي هربت من بيت جوزها وشافتها واحده خدتها وشغلتها في الدار، الموضوع بهذه البساطه، تمام؟ فبرضه بتفضل تسأل نفسك يا بنتي ليه، يا بابا ليه، يا أستاذ يوسف قول لنا ليه، محدش يعرف ولا حتى يوسف السباعي. وبعد كده وهي شغالة في بيت الدعارة، حمدي مع أصحابه يروح البيت ده فشافوا بعض هناك، فبرضه بتسأل، حمدي ده محترم طالب جامعي يعني قد الدنيا وجايب شعره على جنب، فازاي ليه راح بيت دعارة؟ محدش فاهم. ففي حاجات كانت بتسقط من يوسف السباعي الحقيقي، مش يوسف السباعي الحقيقي اللي هو يوسف السباعي انت فاهمني. فبرضه لو تعرف الاجابات على كل الليهات اللي انا قلتها دي انزل قولي في الكومنتات، واعمل لايك برضه يعني شيله حطه ايه اللي أنا بقوله ده بعمل محتوى حلو متقلقش يعني اديني اللايك. فبس كده، ده كانت عيوب الرواية. فبس كده يا صديقي، انا خلصت اللي كل اللي عايز اقوله على الرواية دي. اتمنى تكون الحلقة عجبتك، لو عجبتك انزل قولي في الكومنتات، لو ما عجبتكش انزل ما تقوليش في الكومنتات، واعمل لايك وسبسكرايب يا اخويا. وبس كده، كان معاك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوس لايك برضه. السلام عليكم.